بعد انتهاء عام 2023 اللي شفنا فيه موسم كروي جبار، تعالوا نتكلم عن افضل 10 لعيبه تألقوا في موسم 2023. بسم الله. في المركز العاشر برناردو سيلفا. لو جينا نعمل سيرش عن افضل جناح ايمن في العالم حاليا، هيكون الاختيار هو البرتغالي جناح مانشستر سيتي، اللي كان احد العواميد الاساسيه اللي جعلت السيتي بطل الثلاثيه الموسم الماضي بعد الاداء الخرافي اللي قدمه، خصوصا في دوري الابطال اللي توج بيه السيتي لاول مره في تاريخهم. في المركز التاسع المايسترو لوكا مودريتش، اللي برغم من تقدمه في العمر ولكن نجح في تجديد عقده مع الملكي، وده بفضل الاداء الخرافي اللي ظهر به في كاس العالم وقيادته للمنتخب الكرواتي لاحتلال المركز الثالث، وده اللي جعل واحد من افضل لعيبه خط الوسط في تاريخ كره القدم. في المركز الثامن فينيسيوس جونيور، اللي كانت بدايته مع ريال مدريد من اسوأ البدايات لاي لاعب كره قدم، ولكن يتحول ابن الصنبه ويصبح من افضل لعيبه ريال مدريد حاليا، ونجح في المساهمه ب 42 هدف هذا الموسم مع الريال. في المركز السابع الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، اللي مهما يكون مستوى الفريق واقع لن يتأثر ويستمر في التألق، وده اللي شفناه الموسم الماضي بعد تراجع ليفربول في جميع البطولات، ولكن يظهر محمد صلاح ويساهم مع الفريق ب 46 هدف، وكذلك الموسم الحالي اللي صنع فيه صلاح انجاز جديد وانضم لقائمة افضل 10 لعيبة تسجيلا للاهداف في تاريخ الدوري الانجليزي، وبكده اصبح صلاح اسطورة من اساطير البريمير ليج. في المركز السادس هاري كين، اللي انتهت رحلته في الدوري الانجليزي بعد انتقاله للبافاري بايرن ميونخ، ولكن ما قدمه قبل انتقاله مع توتنهام اللي في اسوأ حالاته عظمه تحسب لكين، اللي لن يتاثر بتراجع مستوى الفريق ونجح في تسجيل 32 هدف، وده اللي جعل اداره بايرن ميونخ تدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع الوحش الانجليزي، اللي في اول موسم ليه مع البافاري نجح في تسجيل 25 هدف في 21 مباراة فقط. المركز الخامس كيفن دي بروين، افضل لاعب خط وسط مهاجم الموسم الماضي، وده لو ما كانش في العالم حاليا. دي بروين اللي ابدع الموسم الماضي وقاد السيتي للوصول لنهائي دوري الابطال بعد موسم استثنائي للعملاق البلجيكي، اللي قدر خلاله يسجل 10 اهداف ويصنع 28 هدف، وما زال كيفن افضل لاعب خط وسط في العالم حاليا. في المركز الرابع كيليان امبابي، هداف كاس العالم 2022، زائد انه اصبح تاني لاعب في تاريخ كاس العالم يسجل هاتريك في مباراة النهائي بعد جيف هيرست، ده غير انه التاني اكتر لاعب تسجيلا للاهداف الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، اللي كان عامل معاهم موسم استثنائي ونجح في تسجيل 41 هدف، وده اللي جعله ضمن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية اللي نجح في خطفها ليونيل ميسي. وادي اتكلمنا عن الكرة الذهبية وافضل لاعب شاب في العالم، نروح للمركز الثالث وافضل لاعب شاب في العالم جود بيلينجهام، اللي كان المحرك الرئيسي لفريق بروسيا دورتموند بالكامل الموسم الماضي، اللي كانوا يقتربوا من التتويج بلقب الدوري، ولكن سوء الحظ يحالفهم ويغيب بيلينجهام، اللي كان عامل موسم استثنائي عن الجولة الأخيرة اللي هتحسم بطل البوندسليجا، ده غير العظمة اللي قدمها مع منتخب انجلترا في كأس العالم 2022. نشاهد موهبة انفجرت مع الملكي وأصبح متربع على عرش هدافين الدوري الإنجليزي، ثم يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في العالم. في المركز الثاني الظاهرة النرويجية ايرلينج هالاند، اللي فعل كل شيء في كرة القدم الموسم الماضي وهداف الدوري الإنجليزي برقم قياسي بعد تسجيله 36 هدف في 35 مباراة، عشان يصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ البريمير ليج، وهداف دوري ابطال اوروبا ب 12 هدف عشان يبقى الوحش النرويجي الاكثر تسجيلا للاهداف الموسم الماضي، زائد قيادته للسيتي للفوز بلقب الدوري الانجليزي وهو افضل لاعب في الموسم وصاحب الحذاء الذهبي، ده غير البطوله الاغلى وهي دوري الابطال، ومن بعدها نشوف هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، زائد منافسته القوية على الكرة الذهبية مع البرغوث. ومن هنا نروح لأفضل لاعب في العالم رجل المعجزات ليونيل ميسي، صاحب الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه بعد قيادته المنتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، وهو أفضل لاعب في البطولة، زائد إنه الثاني هدافين المونديال، وده اللي جعل اليوم صاحب الكرة الذهبية، وبكده أصبح اللاعب الأكثر فوزا بالكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم، ومن سابع المستحيلات ان لاعب يحطم رقم البرغوث الارجنتيني اللي فعل كل شيء في كرة القدم، واصبح من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ كرة القدم، بل لو مش هو الافضل. ودول كانوا افضل 10 لعيبه تألقوا في عام 2023. لو انت شايف ان كان في لاعب ممكن ينضم كان اللاعب اخر في القائمه، اكتب لي في خانه التعليقات. وبكده يبقى انتهت حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.